لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1029 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بهم وخزمتان ومبست رزامدي رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله خوش بسنا وكلا واني رابرج لخزمة دوات بيروز دا بنك أخواي قول ليردا باز لو هش صنفي دكا كوا زكاتيان بيدا دري يتر فقراء ومساكين وكو باس ماكر اواني كفقيرا هيتسيان مسكين او هيتي بلام بشيناك وفي الرقاب والغارمين بابلين خير سبحانه وتعالى باسي صنفي والعاملين عليها اواني كوا بابلين ولي امر تعييني عندك لبو كوا زكاة خرب كانوا توزيع بكن لسر فقيران او عامله والمؤلفة قلوبهم اواني كوا كافرة ولأمر ديداتي لبوي كوا التأليف ضليام كالبو إسلام بيان هني يان تازة مسلمان ولبوي كوا زياتر جيجير بلنا إسلامتي عين دياندريتي وفي الرقاب أواني كوا كويلنا آزاد دكرين بو باريا ياخد أوي أسير وديدة لبردست دجمنان عيني ببارا آزاد دكري أوانيش صنفيكن لزكاة والغارمين غارم وەکو باسمان کرد لە کۆتاییوانی ڕابردوو واتە ئەو کەسانێکەوە قەرزدارن ناتوانن قەرز بدەنەوە ئەی والمەدینین الذین استدانوا في غير معصية ئەو قەرزدارانەی کەوا پارەیان قەرز کردیە في غير معصية بەڵام نەک لە بۆ ئەنجامدانی معسیەتێک لە بۆ ضرورەتی خۆیان ئەو قەرزەیان کردیە وليس لديهم ما يوفون به دينهم ئەوەشیان نییە کەوا قەرزەکەی بدەنەوە ئەو تحملوا مالا للإصلاح بين الناس یانەوتە کەسێک دەبینی سولحێک دەکا لە بین دوو تەرەف هەندێک پارە سەرف دەکا لە بۆی کەوا ئەو سولحە ببی مەسەلەن ئەو داوای ئەوەندە پارێکەوەدا ئەو دەرکاکە ئەمن لە بۆ تەرتیب دەکەم ئەو پارەی کەواتە پارەی چووە لە بۆ سولح لە نێوان دوو کەسان ئەینی ئەویش پێی دەدرێ کەواتە غاریم ئەوانە هەموو دەگریتەوە. لحديثك دا كإمام مسلم رواتي كذا قبيصي كري مخارق هلالي دجرته خالد رازد فرمي تحملت حمالة أن يصلح الرجل بين قوم قد اقتتلوا وسفكت بينهم دماء ويحتمل ديات المقتولين رغبة في سكون الفتنة كواتا أو بياوة قبيصة دله قلتم يا رسول الله حمالتها طلع أويكوا دو طرف فتنة ومشاكل لبينيانا زلاميا ليكتريك وشتيا كسب كوتا بينيان صلحيان لبيني بكاو لو بينش أو بخوي بلي أمكاك خيني أو كجراوانتان دمو بس لبويكوا فتنة كجورتر النبي دفنوا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها هات ما خزمت فينا صلى الله عليه وسلم دوام كر يا رسول أمن براسي بان قرزبه لبر أوي أوصل حم كردية فقال أقم حتى تأتينا الصدقة طلب يا صلى الله عليه وسلم فرمي بمني ولا لا من هتاوكو باري صدقة ياخذ باري زكاة دي فنأمر لك بها يتر فرمان دكين كوا بيد بدري إن ذا فرمي قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة براستي داوا كردن جائزني إلا لبوسي كزنبي رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك
کەواتە یەک لەوانە کەسێکە کەوا تەحمل حەمالەت وەکو تازە باسمان کرد کە سڵحێک لە بینی دوو تەرەف کردیە ئیتر ئەو باری خۆی قرس کردیە و پارەی سەرف کردیە و با بڵێن خینی کوژراوەکانیدا یاخود بە هەر شێوەیەک لەو سڵحەدا پارەی سەرف کردیە ئیتر لە بۆی هەیە داوا بکاتن هەتا وەکو ماڵەکەی خۆی لە بۆ دەجێڕنەوە لە زەکات پاشان واز دەینێ وەڕەجول ئەصابەتهو جائحە پیاوێک تووشی جائحە بە جائحە چی ئافە وحادثە ئەهلەکەت مالەهو تووشی حادسەک بووە ماڵەکەی هەمووی ڕۆیشتیە فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة كواتا أو بياوكوا حادثة بسر هاتية روداوك رويدا مالكي همو بوي تزرر أوج لبوي هي داواب كاتن حتى وكو بجيوي جياني خوي لبو ترتيب دكري لو محنة دريدينا ورجل أصابته فاقة پیاوێکیش تووشی فەقیری بووە حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه پیاوێک تووش فەقیری بووە ئیتر سێ پیاو لە قەومەکەی خۆی کە دەیناسن و لە مەنتەقەی کە دەیناسن بەڵام پیاوی وابن ذی الحجة واتە قسەی وان بە حجە بچیتن بڵێن لەقەد ئەصابت فولانا فاقة سێ کەس شاهدی لۆ بدەکەوە قسەکانیان معتەبەر بی ببتە حجة بڵێن فلانە کەس فعلا فەقیرە و شایانی ئەوەیە أويش فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش عيني فرمي أويش لبوي هي داوا بكاتاوكو بيداوستيو احتياجي كائن له ترتيب ذكره فما سواهن من المسألة يا قبيصة غير أو سيكسي أجر كسك داوا بكا ودروز بكا سحتا يأكلها صاحبها سحتا في صلى الله عليه وسلم تأكيد كاتوا غيري أو سيكسيكوا محتاجا أجر كسيش كدوابك أو براستي حرام كديخوا حرام ديخوا كاتب براستي داوا كردن جائزني إلا لقر لو حالة النبي صنف يشيدك لأصناف كان زكاة وفي سبيل الله أي وفي النفقة لنصرة دين الله واتا النفقة شيشان لبو بسر خصني دين إخوة فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يعينهم على قتال الكفار واتا بمجاهدة كان ددري لزكاة تاوكو بتوان قتال لقل كافر كان بكن تعالي ده طبعا فيعطى المجاهدون يعني تمشى هذا كهمو علماء قديم بتايبتيش وعلماء نويش باس لمجاهدون ده كان كواتا في سبيل الله لبو لبيناي جهاد لبيناي خواهي قولا يتر ببلغي أوش براستي جهاد وكل حديث بيان بدأت صلى الله عليه وسلم باسش ما كده جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأموالكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم جهاد براستي عامترة للفظ قتال جهاد عامترة للفظ قتال كواتواني جهاد ده كان هم بمال هم بنفس هم بزمان وبدعوة تلو يا علماء نويه كباز لو صنفت كانوا في سبيل الله طالن حتى أو مراكزي دعوي أواني كوا فعلا لظروف يقدا كوا شياطين إنس وجن خلشي برو فسادي دبن لكاتك دا مراكزي دعوي كاتك كوا هاول ددن برايي لو فسادية بقرن أوانيش مصاريف يعني أوانيش تكاليف ونفقات يعني هي لبيناوي دعم كردني مراكزي دعوي أويش بهمان شوا في سبيل الله دقريتو دكري زكاتيان بيبدري وابن السبيل أي المنقطع بالطريق يريد بلدا آخر وابن السبيل صنف يشيديكي لأصناف كان زكاة واتأوي كواد داب راية لولاتي خوي وأصل السبل يدل على امتداد الشيء كواتب معناه سيدي أي للمسافر المجتاز من بلد إلى بلد كواتب لبوكس شيء مسافرة لولاتك دستولاتي شديك ليس معه ما يستعين به على سفره أو بينية كواسفر كيف يبكى فيعطى من الزكاة ما يستعين به على سفره أو ندي لسكاة دتريته كواسفر كيف يبكى أو أشيان صنفي هشتمه لأصناف كاين زكاة إن ذا أخوة يقول فريضة من الله أي فرض الله هذه الصدقات فريضة على الأغنياء في أموالهم مسألة زكاة فرزك أخوة يقول لسر دولة من دكان دانا
ئەوانەی کەوا ماڵیان بگاتە حەدی نیساب و هەروەها حەولی بەسەردا بسوڕێتەوە، واتە ساڵی بەسەردا بسوڕێتەوە، کەواتە حەدی نیسابیش دیارە، کەواتە مقابل بە 20 مسقال زێر والله أعلم یان بە زی و کەواتە زیاترش وەکو عولەما دەڵێن زێڕەکە با بڵێن 20 مسقال زێر تەقویم دەکرێتەوە مقابل بی و ئێستا چەند پارە دەکاتن یان بە مقدارێک لە زی و ئیتر هەرێک لەوانەیە ئەتیباراتی خۆی لە بۆ کرایە ئەو مقدارە کە گەیشتە حەدی نیساب گەیشتە 20 مسقال زێر ئەوە لەو حاڵەتەی ساڵی بەسەردا سوڕاوە زەکاتی لەسرە. وقسمها بنفسه لأهل تلك الأصناف المستحقين لها دون غيرهم كاتوا خواي قول فرضي كردية لسر همو دولة من دكا مالي بقاتا حدي نصاب بيويستا دهبشي بكا بيداتا أو هش صنفة أو زي يقلو هش صنفة يعني ديداتا هموان مهم أو صنفاننا أو هش صنفة كوا زكاة يعني بيداشي خواي قول فرضي كردية لسر همو دولة من دك كحدي نصابها بيويستا زكاة دربكا بيداتا أو أصنافانا. والله عليم حكيم والله عليم بمصالح خلقه الله تعالى آقادار بمصلحة بندكان خوي لا يخفى عليه شيء من ظواهر الأمور وبواطنها هيج تيق لا إخواي قول الشعراوانية لا اشتأشكرا كان واشتنهن كان وهروا حكيمش في قوله وفعله وفي خلقه وشرعه كواتا خواي قول سبحانه وتعالى لا قولي ولا فعلي وأتلا قولي كقول شرعي وقولي قدريه هم يبرح لحكمته لفعلي أفعال كان خير سبحانه وتعالى كذا سبحانه هو يبر لحكمته وفي خلقه وشرعه وهروها لما خلقك ومخلوقاتك كخلق كذا بوبر حكمة ولو شرعتك ناديتشي أو بري حكمته يضع كل شيء في موضعه اللائق به هرشتيق لزي جاي خوي دايدنك و جيغاي خويتي واللي لائقة ولا يدخل في تدبيره خلل بهش خلل لا تدبير خواي قورنية لا شرح سني بغوي دلي سفيان كري عيينة دي فرمو واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لسورة الأنفال كخواي قورد فين بزان أو هر غنيمة نعتا بردستي بينزيشي لبو خواه سبحانه وتعالى كالسورة الأنفال رون ما كردو تسيلي دكن تفرمي لين دل نسب المغنم إلى نفسه تعالى غنيمة خوي ديدات بالخوي فأن لله خمسه ديدات بالخوي لأنه أشرف الكسب يبرو براسي غنيمة زور شريفة واتا بابلين غنيمة مالك بجهاد وبقتال ديت بردست كواتشتش شريف بقيمته مرام درباري صدقة وزكاة خوي سبحانه وتعالى نيفرمو أو بشلبو لله وكل غنيمي بلكو لابو هش صنف دينا إنما الصدقات للفقراء والمساكين نيفرم لله والفضل لنا أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها مرام زكاة معلومة كوابي قلت أوساخ الناس لو أوساخ الناس لبروي أو مالا بزكاة خاوين دبيته وكواتا أجر أو زكاة اللي دنك مالك هم بيز دبي لو يا أخوي يقول سبحانه وتعالى ليداي تبار خوي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم وري نقرت يا لزكاة وري نقرت يا لزكاة إتر لبر أوي أجوك ذا اكتسابها مكروه براسي ورقتني زكاة إلا كسيق إيشي يعني ناتار بيور بقري أقرنا أصل ور نقري. وفي هذه الآية مناسبة حسنة تمشى كذا لو آتش زور خير بزواني هنا حيث أضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك خير صار صنفكية كم وكلام الملك لبان بك إنما الصدقة للفقراء اللام بكار هنا لبو فقير ومسكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم لام ملك لبان بكار هنا والمؤلفة قلوبهم للفقراء والعاملين والمؤلفة قلوبهم وأضافها إلى الأربعة الأخيرة في الظرفية كوات لبوتسار صنفية كم لام بكار هنا لبوتسار صنفكي دوام في بكار هنا وفي الرقاب والغارم في سبيل الله وابن السبيل لبرسي لأن الأصناف الأربعة الأوائل يأخذون ما يدفع إليهم ملكا كوات أوتسار صنفية كم كات بيان ددري وكم ملكك دبت ملك خوانو ددري تدستيانو تصرفي تيدادا كان فكان دخول اللام لائقا وما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل
ولا يصرف إليهم لك في مصالح ما تتعلق بهم. بەڵام چاری دووەم کەوا فی بەکارهێنای خوای گەورە سبحانه وتعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل زیاتر لە بۆ ئیشەکەیان سەرف دەکرێن نەک بدێتە دەستە خۆیان. مثلا فی رقاب نادرێت دەستە خۆی لە بۆ ئازادکردن، دەدرێتە دەست خاوەنەکەی کەوا دەیکڕیەوە لێی. غاریم وەکو زۆربەی زانان دەفەرمونون کە قەرزدارە دەیدرێتێ تاوەکو قەردەکەی بدرێتەوە، قەردەکەی بدرێت نەک لە بۆ خۆی بتە مولچی. وفي سبيل الله طبعا ئەوە دیارە لە بۆ غەزا و لە بۆ جیهادکردنیش عینی دەدرێتەوە لە بۆی کەوا کارەکەی پێبەڕێوە ببەن و هەروە ئیبن السەبیلیش تاوەکو سەفەرەکەی پێ بکە نەوەک وەکو مولچی خۆی. ئیتر خوای گەورە سوبحانە وتعالە زۆر بە جوانی ئیشەکەی یاخود وەکو ئەو ئاتە و باقی ئاتکان کەی خوای گەورە سوبحانە وتعالە هموي أو بري حكمتي تدا. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون. تماش هذا كي وكوا وكوتمان بند آزاد كراوة كده دريتا خاونكي تاكو آزادي بكا نقلبو خوي بيتن وهروها أو كاين ديكاش عيني بهمان شيء. فكذلك الغارمون إنما يصرف النصيب لأرباب ديونهم كواتا عيني كسي قردار دريتا صاحب قردكي تاكو قردكي لسر نمينه أو ديكاش ابن سبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر التنبيه على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا. بهر حال فعلا دفرمي لامي تمليك لبو تساري يكم أو أنا فعلا ديت دستنا لبو دفن مولشان لبو تساركيت كفي بكار هنا كوا نادر التستان بلام لبيناو آزاد بونيانو لبيناوي راها كردني إشكايان خواهي قد فرمي لبو أوان صرف ذكري كوا تفرق لبين تساري يكمو تساري دومها والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.